ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا فيديو جديد ومعانا استرسال جديد. خلونا نشوف الشخص ده حابب يوصل لكم ايه، وبعدين هقول لكم الطاقة اللي وصلت لي. الشخص ده بيقول: انا عارف ان احنا في فترة صعبة دلوقتي، وان التباعد اللي بينا مرهق لينا احنا الاتنين، بس انا حاسس اني لازم اكون صادق معاكي ومع نفسي. انا مش عارف اذا كنا ممكن نرجع لبعض تاني. هو بيسأل، بس انا حاسس اني لازم اقولك اني لسه بحبك. انا عارف انك محتاجة وقت للتفكير، وانا مستعد اديك الوقت اللي انتي محتاجاه، بس انا عايزك تعرفي اني لسه فاكرك ومش هنساكي. دي الرسالة اللي الشخص ده حابب يقولها لكم. خلونا نقول الطاقة. الشخص ده او انتوا الاتنين واضح لي هنا ان انتوا مفيش تواصل بينكم في الوقت الحالي. يعني في ناس هنا ممكن تكون بالفعل في انفصال تام، ما تعرفوش اي حاجة عن بعض، وفي ناس هنا في بينكم تباعد بس، لكن في ابواب بينكم لسه مفتوحة. يعني انتوا سايبين باب ان الشخص ده ممكن يرجع لكم او يتكلم معاكم، والشخص ده هكذا برضو سايب باب ان انتوا ممكن تبعتوا مسج او تتصلوا كده. يعني انا شايفه ان انتوا الاتنين مستنيين بعض، يعني هو مستنيك وانت مستنيه. بس خليني اقول بقيه الطاقه. انا وصلت لي طاقه ان العلاقه دي فيها اطراف متدخله. قد يكون بالفعل الشخص ده متزوج وعنده اسره تانية وعنده حياه تانية، وفي ناس تانية هنا. الاطراف المتدخله في العلاقه دي من عند، يعني من اهل الشخص ده. يعني مش زوج ولا زوجة، هم اهل. اوكي، الاهل من ناحية الشريك عندهم اعتراض على اكتمال العلاقة بينكم. تمام، الاهل دول ممكن يكونوا اب، ام، بس انا ظهرت لي كمان طاقة ان في اخ او حد كبير ليه سلطة او كلمة مسموعة على الشخص ده. تمام. طيب، احنا مبدئيا كده احنا هنا دلوقتي قدام شخص ضعيف، شخصيته ضعيفة. انه في ناس تانية تتحكم فيه او تتحكم في قراراته، او انه يرتبط بمين او ما يرتبطش بمين، او مين يدخل حياته او مين لأ. فانا هنا كده مبدئيا الشخص ده شخصيته ضعيفة. تمام. في بقى فئة هنا ظهرت لي منكم ان انتوا شاكين في الشخص ده انه يكون عليه تأثير سلبي او طاقات سلبية. فانا مش هتكلم في الجزء ده كتير، بس انتوا في ناس هنا شاكة في ده او حاسين بده. خليني اقول لكم، لو انتوا شاكين في حاجة زي كده، يا ريت تصدوا اي طاقة بتوصل لكم من الشخص ده او اي تخاطر بتحسوا بيه، لان ده هيأثر عليكم انتوا بطاقة سلبية فورا. هتحسوا بغضب، هتحسوا ان انتوا عايزين تبكوا، هتحسوا ببكاء كتير ومش هتبقوا فاهمين ليه. انتوا كويسين، مفيش مشكلة خالص، بس هيجيلكم شعور بالبكاء فجأة. هتحسوا ان انتوا مخنوقين، ما عندكمش طاقة تتكلموا مع حد، عايزين تبقوا منعزلين شوية. الطاقة دي صدوها فورا، عشان دي واصلة من الشخص ده. اوكي، احموا نفسكم بقى بالاذكار، بالقرآن، مية وملح. عندكم 100 طريقة، لو عملت سيرش هتلاقوا 100 طريقة ان انتوا تحموا نفسكم وتحموا طاقتكم. اوكي. طيب، طاقة الشخص ده حاليا انا شايفاه عنده معاناة في شيء ما في حياته. الشخص ده مش مرتاح بسبب حاجة في حياته عاملاله قلق. الشخص ده كل ما يفكر فيكم هو بيحس ان هو مش قادر يقدم لك العرض اللي انت محتاجه منه، لانه هو عارف انه لازم يقدم لك عرض او ياخد قرار. هو شايف ان هو مش قادر يعمل ده. الشخص ده مش حاسس بامان في حياته، مش عارف يحس ان هو مستقر، مش عارف يحس بالاستقرار.
الشخص ده حتى لو هو متزوج والناس شايفاه من بره ان هو عنده حياة، عنده أسرة، عنده زوجة، عنده أولاد، أو مثلا عايش مع أهله، حياة برضو كويسة فيها تفاهم، أو عنده وظيفة كويسة، اللي يشوفه من بره، يشوف حياته من بره، بيحكم عليه ان هو شخص عايش حياة حلوة وحياة فيها راحة واستقرار. لكن هو مش حاسس بكل ده، مش حاسس بالأمان، مش حاسس بالاستقرار. أنا مش عارفة ليه حسيت ان دي ممكن تكون كرمتكم انتوا، لان انتوا تعبتوا في العلاقة دي جدا، ونفس الإحساس اللي الشخص ده بيعيش فيه دلوقتي انت كنت عايشه في العلاقة دي. انت ما كنتش حاسس باستقرار في العلاقة دي، ما كنتش حاسس بالأمان في العلاقة دي. هو دلوقتي بيعيش نفس المشاعر دي. انا ظهر لي برضو ان الشخص ده كتوم جدا جدا جدا. آه ما عندوش، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يقول هو حاسس بايه او عايز يعمل ايه او بيخطط لايه، او مثلا لو عنده مشكلة في حياته ما بيعرفش يشتكي لحد، ما بيعرفش يقول. دي حاجة عنده من وهو صغير على فكرة. الشخص ده ما كانش بياخد راحته في الكلام، ممكن ما كانش في علاقة كويسة بينه وبين مامته أو باباه، ما كانش طفل بيتكلم أو بيعبر عن نفسه، فهو كبر على ده. على فكرة وجعلي زوري، لاحظته أنا أول ما بدأت أتكلم عن إنه ما بيعرفش يعبر، أنا صوتي راح. الشخص ده عنده مشكلة في شكر الحلق، عنده مقفولة خالص، كتوم بجد فعلا فعلا. سبحان الله. في ناس منكم هنا انتوا ما كنتوش تعرفوا لو الشخص ده متزوج، انتوا ما كنتوش تعرفوا ان الشخص ده متزوج غير بعد فترة في العلاقة دي. انتوا عرفتوا ان الشخص ده متزوج بالصدفة. يعني لو الشخص ده ما قالكمش فانتوا عرفتوا بالصدفة. انتوا كنتوا بتراقبوا الشخص ده، يعني كنتوا بتدوروا في حياته، كان الكتمان بتاعه قلقكوا شوية، فكنتوا بتدوروا واكتشفتوا ده فعلا. الكلام ده لفئة معينة، مش كلكم الشخص ده متزوج، ومش كلكم عرفتوا بالصدفة. تمام. الطاقة دي للناس هم عارفين ان دي طاقتكم. انتوا دلوقتي انا شايفاكوا ان انتوا عايزين تبقوا في حالة عزلة شوية، او خليني اقول ان انتوا منسحبين من العلاقة دي دلوقتي. انتوا حاسين او بقيتوا تحسوا ان انتوا بتبقوا مرتاحين اكتر وانتوا منسحبين من العلاقة دي او بعيد عن الشخص ده، لان انتوا طول ما انتوا في العلاقة دي بتفكروا دايما ان انتوا مش واخدين حقكم، الشخص ده مش بيديكم حقكم في العلاقة دي، حاسين دايما ان انتوا في حتة وهو في حتة تانية خالص. يعني ايه؟ انتوا وانتوا في العلاقة دي عندكوا خطط وعندكوا أحلام وعندكوا أمنيات في العلاقة دي، بتخططوا لها وبتحلموا بيها، وعايزين إن ده يحصل بينكم في العلاقة، وانتوا من ناحيتكم مفيش عائق يمنع حدوث الأشياء دي أو يمنع الاستقرار في العلاقة دي. لكن انتوا بتلاقوا إن الشخص ده مش معاكوا في نفس الطاقة دي، ما بيفكرش زيكم في العلاقة دي، ما بيفكرش ان هو يستقر. فانتوا تعبتوا، يعني ده جه على اعصابكم كتير. آه انتوا عايزين استقرار في العلاقة دي، ولكن انا شايفة بصراحة ان الشخصية اللي معاكوا دي شخص غير مسؤول بالمرة. يعني هو حتى لو الشخص ده متزوج وشايفينه ان هو شخص مسؤول مثلا عن أسرة وعن أولاد، لأ، الشخص ده ما بيعرفش يكون ملتزم أصلا. وعلى فكرة الطرف التالت بيعاني مع حبيبكم أو شريككم بسبب ان هو مش ملتزم ولا بيعرف يكون شخصية مسؤولة. أنا شايفة ان هو سايب حياته أو فاتح حياته لناس تتحكم فيها. الشخص ده ما بيعرفش ياخد قرار من نفسه، لازم حد يوجهه، لازم حد يقوله تعمل ايه. الشخص ده بيخاف ياخد قرارات او بيخاف ياخد خطوات كبيرة في حياته.
لو انتوا دلوقتي بتسألوا الشخص ده بيحبكم انتوا او بيحب الطرف التالت، انا الحقيقة ومن غير كذب او من غير مجاملة، الطاقة اللي وصلت لي من الشخص ده انه حقيقي بيحبكم انتوا. المشاعر اللي جوه الشخص ده موجهة ليكوا انتوا. بس خليني اقولك بقى، هو حبك ليه وحبك امتى؟ الشخص ده في اول العلاقة ما كانش داخل معاك العلاقة دي على اساس انه حب. ممكن يكون في انجذاب حصل، في اعجاب حصل، اتكلمتوا مرة واتنين وتلاتة، فبقى حاسس انه عايز يقرب اكتر. تمام. لكن هل كان في نيته استقرار؟ ابدا، ولا كان بيفكر في كده. حبكم بقى بعدين في العلاقة دي. طيب حبكم ليه؟ انتوا ما كنتوش ناس متحكمين في الشخص ده، ما كنتوش بتقولوا له يتصرف ازاي او يعمل ايه. وده عكس اللي هو متعود عليه. احنا قلنا ان الشخص ده فيه ناس متحكمة في حياته، بيخاف ياخد قرارات فبيكون محتاج حد يوجهه. انت ما كنتش بتوجهه. الشخص ده كان بطبيعته معاك في العلاقة كان شخص عشوائي. اوكي. آه لان هو ما بيعرفش ياخد قرارات، ما بيعرفش ينظم حياته، ما بيعرفش يوجه تفكيره في اماكن صح. فكان عشوائي معاكوا، انتوا كنتوا سايبينه، ما كنتوش متحكمين فيه. تمام. ما كنتوش كمان بتحكموا عليه. دي حاجة برضو هو مش لاقيها في المحيط اللي عنده. الناس متحكمين، ناس بيحكموا على بعض، فده ما كانش موجود عندكم انتوا. انتوا ما كنتوش بتعلقوا كمان على تصرفاته. ممكن كان في ناس منكم بتعاتب عتاب، ولكن كان بيكون عتاب نابع من الحب وهو عارف ده. يعني عارف حتى وانتوا بتعاتبوه، انتوا بتعاتبوه عشان بتحبوه. فده بصراحة خلى الشخص ده يكون حابب وجوده معاكم في العلاقة. انا شايفة ان الشخص ده شايفكم ناس مختلفين جدا جدا عن المحيط بتاعه او الطباع اللي هو متعود عليها. عشان كده حس معاكم بأمان، اتعلق بيكم جدا واتعلق بطاقة الأمومة اللي عندكم. الشخص ده مستغرب جدا جدا قدرتك على العطاء، مستغرب قدرتك على التسامح. الشخص ده احنا قلنا في الأول انه مفتقد للأمان ومفتقد للاستقرار، عشان ده كان حاسه معاك. هو دلوقتي حاسس ان هو خسرك، هو حاسس ان انت مش موجود جنبه، فبالتالي هو مش حاسس كل المشاعر دي. لانك دلوقتي احنا قلنا ان انت منسحب، فانت حاطط الشخص ده دلوقتي في موقف اختيار. هو لازم دلوقتي يختار. هو حاسس ان هو يا اما يختارك ويخسر الناس التانية اللي في حياته، يا يختار الناس التانية ويخسرك انت. يعني هو في خسارة هتحصل عند الشخص ده، وعشان كده هو متباعد دلوقتي او بعيد عنكم، عشان مش عارف ياخد قرار، فمش عارف يتواصل معاك، وعارف ان هو لما يتواصل معاك مش هينفع يكون كلام زي الاول، كلامه خلاص. هو عارف ان هو لازم يكون جايلك بشيء جديد وشيء قوي. هو عارف انكم خلاص ما بقاش عندكم صبر زي الاول. عارف آه دلوقتي في ضرورة لتقديم عرض، لان هو لو استنى اكتر من كده انت فعلا مش هتبقى موجود. هو لو جالك من غير عرض ومن غير قرار، انت هتقوله شكرا شكرا، يعني شطبنا خلاص مش عايزين. حتى لو بتحبوه انتوا هتدوسوا على قلبكم وهتقولوا له خلاص مش عايزين. هو شايف ده، وشايف برضو انه من حقكم. انت يعني هو عارف ان انت استحملته كتير قوي، وخلاص انت جبت اخرك منه من العلاقة دي. هو شايف برضو ان هو كان مرتاح جدا معاكوا في العلاقة دي. على فكرة الشخص ده فيه حتة أنانية، يعني هو برضو حتى وهو بيفكر فيكوا وبيفكر ان هو عايز العلاقة دي مش بس عشان بيحبكم، لا، هو كان عايز العلاقة دي عشان الحاجات اللي كان بيحسها في العلاقة دي، الأمان والاستقرار والراحة. يعني برضو بيفكر في نفسه. فاهمين؟ مش فاهمة، الشخص ده غريب جدا.
انا شايفه ان هو دلوقتي ندمان على انه ضيع شخص زيكم. انا مش عارفه ليه هو حاسس ان هو خسرك قوي كده. في طاقه ندم هنا رهيبه، مع ان في الاول قلنا ان في ناس منكم سايبين ابواب مفتوحه للرجوع او للكلام. انتوا اكيد موصلين له طاقة انكم تخطيتوا او مش عايزينه تاني. انتوا قاصدين تعملوا تخاطر وتوصلوا له الكلام ده، حتى لو جواكم لسه عايزينه، بس انتوا متغاظين من موقفه السلبي في العلاقة دي، انه ما بياخدش خطوات، فانتوا بتوصلوا له بقى الكلام ده كأنه قاعد قدامكم دلوقتي، وبتقولوا له ان انتوا خلاص مش عايزينه وخلاص زهقتوا من العلاقة دي. فده دي الطاقة اللي هي بتوصل له، طاقة الرفض منكم. آه، بس ظهر لي كمان في حاجة بقى ظهرت لي كده، ان في موقف بينكم او حاجة هو عملها غير اللي احنا اتكلمنا عليها دي، او ممكن برضو تكون الاكتشاف اللي انت اكتشفته ده. المهم ان هو في موقف بينكم هو مستني ان انت تسامحه عليه. ايه الموقف؟ انا مش عارفة احدده بصراحة، يعني انتوا كذا طاقة وكذا كذا شخص، فمش هعرف احدد. انتوا اللي هتقولوا لي بقى في الكومنتس ايه الشخص، ايه الموقف اللي الشخص ده مستنيكوا تسامحوه عليه. هو سايب لك وقت للتفكير، هو بيقولك ان مستعد اديكي الوقت اللي انت محتاجاه وتفكري فيه، وتقدري تسامحيه على الشيء اللي هو عمله معاكم، او الكذبة اللي كدبها عليكم، حاجة كده يعني. دلوقتي في ناس منكم بتسأل هو برضو تاني انتوا مش متأكدين وعايزين تعرفوا هو بيحبكم ولا بيحب الطرف التاني. هو يا جماعة والله بيحبكم، انتوا مسيطرين على تفكير الشخص ده، مسيطرين عليه جدا. هو كل شوية يفكر في الامان اللي كان حاسه معاكوا واللي هو مفتقده دلوقتي. حاسس معاكوا انتوا بالاستقرار مع ان انتوا مش متجوزين، وفاقد الاستقرار في العلاقة الزوجية، فدي حاجة عامله له تشتت. طيب الشخص ده دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا هيعمل ايه. الشخص ده حاليا هو مستني يستشعر منكم طاقة، لان انا قلتلكوا انتوا بتتواصلوا مع بعض طاقيا. هو مستني يحس منكم طاقة ان انتوا قابلين انه يجي يفتح معاكم كلام، ومستني يشوف اشارة منكم تدل انكم سامحتوه على الشيء اللي هو عمله واللي احنا قلنا عليه. في كل الأحوال الشخص ده مستني منكم إشارة وهيجي يكلمكم. لو انتم عايزين الشخص ده يرجع يكلمكم وعندكم استعداد ان انتوا تسمعوه، لو بتعملوا له تخاطر بتقولوا له ان احنا تجاوزنا وتخطينا ومش عايزين العلاقة دي، وقفوا التخاطر اللي انتوا بتوصلوه للشخص ده، عشان الطاقة اللي انتوا بتوصلوها دي بتعمل له تشتت وبتخليه واقف مكانه، بيحس منكم بالرفض وبيحس ان هو مش مقبول او رجوعه مش مقبول. لو انتوا عايزين الشخص ده، وقفوا التخاطر اللي انتوا بتعملوه. اوكي، الكلام ده للناس اللي هي عايزة الشخص ده يرجع. لكن الناس اللي واخدة قرار بالانفصال زي ما انتوا واستمروا في حياتكم، ويا ريت كمان ما تعملوش تخاطر عشان ما توصل لكمش طاقة التشتت اللي عند الشخص ده. اوكي. خليني بقى انا عايزة اقول لكم كلمتين عن الطاقة اللي وصلت لي في العلاقة دي، لان العلاقات الثلاثية معروفة ان هي علاقات مرهقة جدا جدا جدا، وفي كتير منها في الاخر ما بتوصلوش للاحلام او الامنيات اللي انتوا بتكونوا عايزين تحققوها في العلاقة دي. انا مش قصدي خالص اقول لكم كلام سلبي، ولا قصدي خالص ان انا اخليكم تفقدوا الامل، لا طبعا، ولكن انتوا اللي تهموني، نفسيتكم اللي تهمني. انا دلوقتي شايفاكوا قبل ما نفكر في رجوع الشخص ده، وقبل ما نعمل له تخاطر عشان يرجع، او قبل ما نبين له اشاره علشان يرجع، انتوا محتاجين تقعدوا مع نفسكم وتسالوا نفسكم كام سؤال. اول حاجه انتوا محتاجين تعرفوا، هل لو انت عندك مشاعر للشخص ده او انت فعلا بتحبه وهو بيحبك، هل الحب كافي ليكم انتوا الاتنين انكم تستمروا في علاقة انتوا مش واخدين فيها حقكم الطبيعي؟ 2، هل الحب كافي ان انتوا تستمروا في علاقة مع شخص ما بيعرفش ياخد قرار؟ يا ترى انتوا هتفضلوا
مستمرين في علاقة انتوا بس اللي شايلينها، او انتوا بس اللي متحملين مسؤوليتها، تفتكروا العلاقة دي هتكمل؟ قبل ما ندور على خطوة الزواج ونستعجل عليها، لازم نعرف الأول الشخصية اللي أنا هعيش معاها، هل الشخص ده هيكمل الحب؟ يعني المفروض إن احنا لما بندخل علاقة أنا عندي حب وهو عنده حب، فبنعيش الحب ده مع بعض. لكن لو هو شخص غير مسؤول وشخص ما بيعرفش ياخد قرارات، الحب ده هيتوه مننا في النص من كتر المشاكل ومن كتر الاختلافات اللي هتحصل بينا. فهل انتوا عندكم استعداد تكملوا مع شخص مش مسؤول، شخص سايب الناس تتحكم فيه، شخص ما بيعرفش ياخد قرار، شخص اصلا هيحافظ على خصوصيتكم وخصوصية العلاقة دي، ولا هيسيب العلاقة مفتوحة لأي حد يتحكم فيها؟ ما تفرحوش بالرجوع وبالكلمتين الحلوين اللي هيرجع يقولهم وخلاص. اسألوا نفسكم، وبعدين انتوا محتاجين تقعدوا مع نفسكم وتحددوا انتوا فعلا هتقدروا تكملوا مع هذا الشخص بهذه الصفات ولا لأ. وبعدين لازم يكون بعد ما تقعدوا مع نفسكم وتحددوا انتوا محتاجين ايه، لازم يكون في قعدة مواجهة مع الشخص ده، وتكونوا واضحين فيها جدا في طلباتكم منه. العلاقة الثلاثية احنا قلنا مرهقة، لازم اكون واضحة واوضح انا عايزة ايه، انا محتاجة ايه، وحط حدودي. فاهمني؟ لازم تعرفي وتتكلمي معاه في اللي جاي، وايه اللي انت متوقعاه في اللي جاي. الوضوح في اي شيء في اي شيء بيأثر مسافات كتير وبيأثر علينا وقت كتير. تمام؟ يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني حاجة. انا بتمنى لكم التوفيق، وطمنوني عليكم في الكومنتس. انا كتبت لكم ايه المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم فيها. انا كان قصدي المواضيع اللي احنا نتكلم فيها مواضيع تفيدكم انتوا، ازاي تشتغلوا على نفسكم، او ازاي تقدروا تتخطوا، ازاي تتجاوزوا. بس لقيت كلام كتير منكم ان انتوا عايزين انواع قراءات عن الطرف الثالث او عن الكراش او كده. ده ما كانش قصدي. احنا الطاقات كده كده بنقولها، وكده كده بنجيبها وبنجيب الرسايل، بس اقترحوا مواضيع تفيدكم انتوا. في ناس اقترحت عليا نتكلم عن الطفل الداخلي، فده موضوع عجبني جدا. فلو انتوا حابين ده يا ريت تجتمعوا على موضوع معين نتكلم فيه، وهنتكلم فيه بعد ما نقول الاسترسال. تمام؟ بتمنى لكم التوفيق. باي باي.